أهلا بيكم متابعي كرة بوكس الكرام، تحياتي لكم. وكرة بوكس فيديو جديد في الخدمة الجديدة اللي احنا بنقدمها لحضراتكم، أخبارنا الحصرية اللي يعني بنجيبها من مصدرها شبكة مراسلينا في كل مكان. وهنا احنا بنعرض لحضراتكم الخبر من مصدره، كل تفاصيل الخبر هتلاقوها عندنا هنا، وارجعوا للأخبار القديمة كلها هتأكدوا من مصداقية كل الأخبار. خلونا بس ندخل على الموضوع اللي معانا النهاردة والأخبار المهمة اللي معانا في صفقة عبد الرحيم دغموم ونادي الزمالك. خليني أكد لكم في البداية، هل الزمالك عايز عبد الرحيم دغموم؟ بحسب يعني مراسلنا في الزمالك وبحسب مصدر في النادي في مجلس الإدارة، أكد إن فعلا الزمالك عايز عبد الرحيم دغموم اللعيب، حابب ان هو يجي الزمالك. حصل تواصل معاه ومع وكيله وهو ابدى موافقة ان هو ينتقل للزمالك، عقده هينتهي بنهاية الموسم، وقال لك مفيش مشكلة اروح الزمالك في يناير او اروح نهاية الموسم. ولكن نرجع بس لنقطة مهمة، يعني قبل ما نروح ناحية المصري، جروس موافق على اي صفقة. يعني عبد الرحيم دغموم اي حد ممكن يضيف للفريق هو موافق عليه، هو عايز يعمل عمق في السكواد بتاع الفريق وعايز صفقات كويسة. فهتقول ان مركز 10 بيلعب فيه عبد الله السعيد وبيلعب فيه ناصر ماهر واحمد حمدي لما يرجع. هو بالنسبة له ممكن يوظف ناصر ماهر وينج وعبد الله السعيد ممكن يلعب لاعب وسط تاني. يعني هو عنده حلول كتير، اهم حاجة هو عايز اسلحة كتيرة في فريق، ودوت اللي مجلس الإدارة عايز يعمله. كمان عبد الرحيم دغموم مش هياخد مبلغ كبير مقارنة باللاعبين الأجانب لو الزمالك حب إن هو يجيبهم من بره يعني بشكل عام. طيب بالنسبة للنادي المصري واخد قراره إن هو مش هيفرط في اللعيب مش عايز يجدد إلا بمبلغ معين. يعني تقريبا طالب يعني يجدد 3 مواسم، ويكون في شرط جزائي ان هو يخرج في اي وقت، ان هو يحطه مع النادي يعني باللي اتفق معه. ده هيكون شرط جزائي حوالي قيمته 2 مليون دولار. يعني لو في نادي في الخليج عايزه يقدر يروح بشكل عام يعني. لكن الراتب بتاعه يعني في سكة 700 800 ألف دولار. هو عايز المبلغ دوت. المصري عايز يقلل، ومن هنا جه ان الموضوع طول ويقعد لغاية يناير. احنا في الايام الاخيرة اهو من يناير، واللعيب عقده ينتهي بنهاية الموسم، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير ده. ولكن الخبر اللي عندنا بقى النهاردة ان هو مش هيوقع لأي فريق في يناير الا للمصري. خلاص الراجل قعد مع كامل ابو علي رئيس النادي المصري وخد وعد ان هو هيجدد خلال الايام اللي جايه. المصري هيجهز له مقدم التعاقد للتجديد 3 سنين بخلاف نص الموسم المتبقي، وهيكون في منحة تعاقد مبدئية، وهيكون في امتيازات للعيب هياخدها. واتقال له كده بالنص يعني اقفل ملف الزمالك او اي ملف جاي لك، احنا هنديلك الفلوس اللي انت عايزها او اللي احنا نتفق معاك عليها هنا، هنراضيك يعني مش هتبقى متضايق، هتاخد المبلغ اللي انت عايزه، هتاخد الراتب اللي انت عايزه. هنا الجمهور بيحبك، هنا الامور مستقرة في النادي، هنا الرواتب منتظمة. فبالتالي في حالة اقتناع كبيرة للعيب، في حالة اقتناع كبيرة لوكيله. وفعلا الملف اتقفل بالنسبة لهم، بالنسبة للعيب، بالنسبة لوكيله، على النادي المصري خلاص ان هم هيجددوا مع المصري. وحتى ما فيش خلاص كلام بشكل عام مع اي نادي سواء في مصر او بره، او يعني ما فيش خلاص. هو الراجل خلاص خد كلمة من كامل ابو علي، وهو عارف ان طالما قعد مع رئيس النادي وخد منه كلمه يبقى الموضوع منتهي. فعبد الرحيم دغموم هيجدد مع النادي المصري، وده خبر على مسؤوليتنا الشخصيه. كان في مفاوضات للزمالك، كان في مفاوضات للزمالك، ولكن القرار النهائي للعيب ان هو هيقعد في النادي المصري. انتهت قصة عبد الرحيم دغموم معانا النهاردة اللي احنا شرحناها لحضراتكم. متنسوش الاشتراك في القناة. نشوفكم في فيديو جديد، وصباحكم او مساءكم زي الفل.